اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ محمد. الله يرحب بك يا رب. يعني كان ليا استفسار بس بالنسبة في كتاب الإنجيل. اتفضل. شفت شيخ شفت قسيس أسلم قل هو الله أحد، فبيقول بيقول إن في حاجة في شخص خارق للعادة قاعد يتكلم عنه في قناة من القنوات الفضائية، فقلت يعني أي استفسار من الأخ اللي عند حضرتك. قاعد تاني كده يا ولو أخي. فعلا يعني في بني آدم وجد خارق للعادة، وهنا تقريبا كلمة نعم. ها، قاعد سؤال حضرتك. قاعد سؤال تاني كده لو سمحت. السؤال حضرتك في الانجيل طلع ماشي حضرتك في الانجيل واحد طلع على قناه قسيس اسلم يعني يقول هو الله احد، فطلع بيتكلموا في موضوع بيقول لك في الانجيل انسان لازم يطلع خارق للعاده، هم قعدوا يقولوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه محمد، فهم قعدوا يستفسر منهم بان هو مش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو في واحد تاني ينزل قبل المسيح، هو تقريبا هو بيتكلم عن الامام المهدي. انا كنت عايز استفسر من الحاجه دي، ولو في فعلا بني ادم خارق للعاده. طيب يا اخي، حاضر وصلت فكرتك، وخليك متابع الحلقه ان شاء الله. هنتطرق الى هذا النقطه اللي حضرتك ان شاء الله عايز تتكلم فيها، بس نرجع عشان وقت هياخدنا للاستاذ دكتورنا الحبيب وديع عشان نكمل كده ان شاء الله. اتفضل كمل عن الاسلام. احنا عايزين نعرف الصوره كامله طبعا، يعني اكمل الصوره عن والدي اولا. تمام. لان في اشخاص غيره، يعني الاستاذ اللي اتصل قبل الاستاذ من شويه ما بيقول تقديم صوره الاسلام الحلوه دي جزء جذبني في المسلمين. جميل. انما هكمل عن والدي الاول. الحمد لله. ان والدي عليه رحمه الله ان كان مات على الاسلام، لما توفي بقى النقطه اللي هي قلنا الانجيل اللي لقيت فيه التصليح الخطأ. النقطة الثانية، الإنجيل فيه مقدمة، هذا الإنجيل القديم برضه فيه مقدمة بتقول إن هو ده طبعة سنة كام؟ 1930، وده كان ملك ده غير الطبعة بتاعت الأيام دي؟ هو غيرها في حاجة، في الهوامش الموجودة من تحت وعلى الجنب، فيسموه إنجيل عهد جديد بشواهد. هو دلوقتي موجود بس مش بهذه الصورة، حذفت منه الهوامش اللي تحت. تمام. في هذا الإنجيل فيه مقدمة حذفت طبعا في الطبعات الحالية. هذه المقدمة تقول إنه حدث وضع زيادات في هذه الصفحة. بتقول حدث وضع زيادات، وأهمها إضافة التثليث والتوحيد للإنجيل لأول مرة. نص يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى 5:7 لأول مرة أضيف في هذه الطبعة، ومكتوب انه موضوع بين هلالين، وقال ان بين هلالين ليس له اصل. دي فان دايك؟ لا مش دي فان دايك، دي قبل الفان دايك. تمام. بيقول ان بين هلالين ليس له اصل في اقدم النسخ واصحها. الله اكبر. ولكن اضيف بيفهم من النص، فاضيفت هذه الصفحه هذه الصفه الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. تمام. الآب والكلمة والروح، هؤلاء الثلاثة هم في واحد. تمام. اللي يأكد كلامه إن جم في طبعة كتاب الحياة دي أهي موجودة على الشاشة عشان الإخوة المشاهدين يبصوا، وحطوا نفس الأقواس أهو، نفس التنبيه أهو على اليمين. التنبيه اللي على اليمين بيقول إن طمع وضع إضافات. لو الإخوة قروا التنبيه التنبيه اللي على اليمين من تحت بيقول من تحت إيه؟ بيقول إن تم وضع إيه؟ يشير المعقوفان يعني إلى الكلمات والآيات التي لا وجود لها في أقدم المخطوطات. والثاني ويشير القوسان إلى الكلمات والتعبير التي لا وجود لها في الأصل. يعني في بين معقوفين، وبعدين بقى عشان يؤكد يعني هي يا دكتور الحكاية كده نحط اللي احنا عايزينه ومحدش بيسأل بل إنك لو قريت الصفحة دي بتاعت إنجيل متى تلاقي مختلفة تماما عن الصفحة الأولى بتاعت إنجيل متى. يعني هو مش حكاية قوسان ومعقوفان بس. ده الواحد. النقطة المهمة معلش يا شيخ حضرتك، إنه جاء على النص بتاع رسالة يوحنا وحذفوا في هذه الطبعة 82. طبعة 84 من نفس الكتاب دي اتسحبت ونزلت طبعة 84 ونزلوا النص تاني. اتصال تقريبا هيبقى مفاجأة ليك. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب روح على الاتصال. فذهبت للقساوسة أسألهم عن هذه الأحوال، قالوا لي ولا يهمك، ده توضيح يا جماعة. توضيح ده أنا بفتكره وحي نازل من الروح القدس على التلميذ زي ما علمتونا في مدارس الأحد، والتلميذ بيكتب بالوحي ورسمين لنا كده. كل تلميذ في الكنيسة قاعد يبص لفوق والوحي حمامة كده وعمال يقول له. في الكنيسة تلاقي الأربع إنجيليين متصورين فوق في السقف، أخد بالك؟ إيه اللي إحنا قلنا وحي وروح قدس ومحدش يقدر يزيد. قال لا الكلام ده نقولوه في مدارس الأحد اللي عايز صغيرة،
انت افهم بقى، هم الوحي كان بيديهم الفكره وهم يكتبوا من عندهم. طب واللي بيصلح ده مين؟ يقول لك ما هو برضه بالروح القدس. يعني الوحي شغال. طب مين اللي عمل التصليحات؟ يقول لك ما نعرفش. مين اللي عمل تصليحات؟ ما نعرفش والله. قالوا كده، قالوا ما نعرفش. يقول لك لا، والله هي دعوة لأصحاب العقول. والله ما نريد لكم إلا الخير، والله ما نريد لكم إلا الهداية، ويشهد الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك. وأقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء. فتشوا الكتب، اقرأوا، انظروا، اعقلوا هذه الأمور. إيه يعني حاجة بين قوسين وطبعة غير طبعة وكل شوية يحصل تنقيع؟ لو أني أقف في القبلة أقرأ في الصلاة ونسيت حرف، تلاقي الناس ورا مني هات يذكروا كلمة، يذكروا آية، يذكروا، ولا تمر على أحد، لا تمر على أحد. حتى إن أحد القساوسة ذكر المؤرخون هذا. طب ناخد بعض الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. ايوه يا شيخ. السلام عليكم. يا مرحبا يا شيخ صابر، يا هلا وسهلا. مرحبا شيخ. وطي صوت التلفزيون شوية يا شيخ صابر لو سمحت. اهلا وسهلا يا شيخ رضا. وطي صوت التلفزيون فضلا لو سمحت. حاضر يا شيخ. شيخ، بهني الدكتور رضا، الدكتور طبعا وديع على وجوده مع حضرتك في البرنامج. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا شيخ. الله يجزيك بالخير يا شيخ. وحضرتك طبعا يا شيخ. الله يحفظك. والدكتور محمد طبعا. ربنا يكرمك. الدكتور طبعا ان هو يتكلم عن الجديد. حاضر حاضر يا شيخ صابر، حاضر. ربنا يكرمك. ادعي لنا مرة بالتيسير. ثانية على امبارح طبعا الله يكرمك يا شيخ صابر. ماشي يا شيخ صابر، ماشي يا شيخ صابر، الله يكرمك. طيب هو ذكر المؤرخون ان احد القساوسة بعدما حار ودار في معرفة الحق، انه كتب، جاب نساخ كويس خطاط، وكتب 3 نسخ من التوراة و3 نسخ من الأناجيل و3 نسخ من القرآن. وأخذ نسخ التوراة أهداها لبعض أحبار اليهود، وأخذ نسخ الأناجيل وأهداها لبعض قساوسة ورهبان النصارى، وأخذ نسخ القرآن وأهداها لبعض العلماء والمشايخ. أحبار اليهود استحسنوا النسخ الموجودة، وهو قد أدخل عليها تحريفات، يعني كتب نسخ محرفة من ده ومن ده ومن ده. القساوسة أخذوها واستحسنوها، المشايخ أخذوا يقروا لقوا فيها تحريف، رجعوها له وقالوا النسخ دي محرفة، واستاءوا من هذا الأمر، رغم أنه كان يكتبها بماء الذهب حتى يعني يكون فيها إغراء للي هياخدها. رد علماء المسلمين هذه النسخ الثلاث إليه وعرفوا ما بها من أخطاء. قال الرجل إن دينا كتابه أو أتباعه يحفظون كتابه بهذه الصورة لدين صحيح، ودخل في الإسلام بهذا السبب. احنا شايفين الدكتور وديع بيقولوا له دي حاجات مش مشكلة، ما ينفعش في الوحي والدين القضية إيمان، القضية إما جنة وإما نار، فهي دعوة لكل إنسان، المسلم قبل المسيحي، ونحن ما بيننا إلا كل خير وإلا كل نصح. وأنا أنصح نفسي أولا بالبحث والتعلم، وأنصح المسيحيين كذلك بالبحث والتعلم. اتفضل يا دكتور نكمل كده. يعني الأمر إن ضاعت ثقتي في الأناجيل لما شفت التصحيحات والتصحيفات، وضاعت ثقتي في القساوسة هم كمان. تمام. وعلمت إن أنا يعني مخدوع، وإن لازم أقرأ بعين فاحصة. وأنا بقلب في الإنجيل بتاع والدي برضو عشان برضو أرد الفضل إلى أهله، وجدت إن والدي أشار إلى بشارة دانيال الإصحاح 9 بمحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، بشارات بقى. فأنا ذهبت بقى المرة دي قساوسة، ما قلت لهمش أنا قريت كذا، قلت لهم في بشارات بمحمد. طبعا أنا في الوقت ده كنت مثلا عندي 35 سنة وكنت طبيب، وطبعا وفي صداقة بيني وبين معظمهم انهم من سني، وان هم بقوا قساوسة كانوا شمامسة زملائي وكده. وأب اعترافي اللي هو القمص متياس رفائيل كان يعني راجل محترم جدا معايا. فالراجل قال لي ببساطة، قال لي قلت له طب كويس، انتوا ما علمتوناش كده في الكنيسة، عايز اعرف ايه البشارات بمحمد. قال لا مش هنقول لك لا خلاص، بس يعني هو يعني راجل مش كويس ومش عارف ايه. قلت بس بيتكلموا بصورة مش كويسة عن الإسلام جدا جدا. طب ليه؟
عشان الناس المسيحيين ما يعرفوش